ولذلك ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أول عمل يمحو الله به الخطايا بل ويكفر السيئات بل ويرفع الدرجات، قال قبل ذلك إسباغ الوضوء على المكاره. إن الوضوء محطة تنقية من الذنوب والخطايا. كل ذنب اقترفتها اليد حتى تحت الأظفار الماء يخرجها. كل جريمة وخيانة وذنب نظر العبد إليه بعينه إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه وخطاياه. الثانية كثرة الخطى إلى المساجد، كفارة أخرى محطة تنقية من الذنوب والخطايا. وبعضنا يبشر بعض: بنيت بيتي باب بيتي في باب مسجدي. هنيئا لك، لكن لو أردت الشور ما أجمل أن يبعد البيت عن البيت، وما أجمل الخطى وهي تكفر. خطوة ترفعها فيرفعك الله بها درجة، وأخرى تضعها فيحط عنك سيئة. هنيئا للذين أحبابي يحبون أن يمشوا إلى بيوت الله، ما يستبعدون البيوت. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم، السيارة لك أجر بها، ما أجمل أن تحرك قدمك. وإياك أن تفسر الحسنات ولا الطاعات ولا القربات تفسير طبي رياضي: هذا يا أخي يحرق الكوليسترول، هذا يخفف الضغط والسكر. لا يا أخي الحبيب، هذا يكفر الذنوب والسيئات. الكفارة الثالثة من الكفارات قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما أجمل أحبابي، أنت لو تنتظر واحد غالي في البيت يعدك بتزويجك أو ببشارة لبيع أو شراء أو بقرضة يحملها إليك، استقبله العبد منا بقلب منشرح، لأنه جايب له مبلغ، جايب خبر جميل. لو تنتظر اتصال أحدهم من المستشفى والمرأة تضع أبشر بولد أو أبشر بأنثى، هنا القلب يكاد يطير من قفصه الصدري. ما أجمل أحبابي أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة، وذلك بالرباط في بيت الله. بعد صلاة المغرب ما أجمل أن يجلس العبد، ما عندك شيء، أبو فلان وين رايح؟ تشوف الدعايات في التلفزيون، تنظر إلى ما لربما لا ينفعك، قد لا يضرك لكن لا ينفعك. ما الذي يخرجنا من بيوت الله كثيرا؟ البعض منا يذهب والله لا هدف عنده، راجع للبيت ما عنده عمل ولا موعد ولا قراءة ولا تلاوة. والبعض يجلس مع نفسه: لماذا لا تخلو مع ربك؟ خلونا مع الخلق حتى صحروا قلوبنا، سولفنا معهم حتى أخذوا حسناتنا، تكلمنا معهم لين حسدناهم وحسدونا. أما نخلو بربنا؟ تسبيح، تهليل. ولذلك من مكفرات الذنوب أن تجلس في المسجد إما مبكرا للصلاة أو منتظرا لصلاة قادمة. أتدري من الذي معك؟ إنهم ملائكة الرحمن. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. تصدقون أحبابي من المغرب إلى العشاء لربما بعضنا يخرج من المسجد ولا ذنب عليه. إذن من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن مكفرات الذنوب أيضا أيها الأحباب الصلوات الخمس. لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لو الواحد يغتسل 5 مرات يستحم 5 مرات ما يحتاج إلى عطر ولا إلى طيب، فإن الماء أعطر العطر وأطيب الطيب. كذلك سمى الحبيب ووصف الصلاة: